كيكة الزبادي عملتها النهاردة بأسهل وألذ طريقة. عايزة أقولك الكيكة دي جنب الشاي بلبن أو الشاي أو الكوفي بتاعك تشربي كده الصبح وتاكلي منها قطمة، ولا أروع من كده. كيكة هشة طرية واخدة اللون الذهبي من بره، من جوه لونها فاتح جدا. انتوا شايفين قدام عينكوا الشكل عامل ازاي وقوامها. وعايزه اقولك ان هي بتتفرفت في ايدي من كتر ما هي دايبه. انا كنت بقطعها وهي سخنه. بصوا مش عارفه اطلع الخرطه على بعضها، لازم بتتقطع مني من كتر ما هي دايبه. فطبعا انتوا كلوها تاني يوم الصبح تكون مسكت نفسها. من ألذ الكيكات اللي تعمليها زي ما قلتلك، جنب كوبايه الشاي بلبن بتاعتك. عيالك كده مش هيتخيلوا ان دي عاملاها في البيت. كوبايتين من الدقيق، كوبايه من السكر، علبه زبادي، 3 بيض، بيكنج باودر باكت، وكمان الفانيليا باكت، وكمان نص ليمونه. هتشوفوا دلوقتي الخطوات اللي انا همشي عليها. هضرب في الخلاط، وتقدري تستخدمي مضرب البيض لو متاح عندك. في الخلاط بتاعي نزلت ب3 البيض، وكمان عليهم كوب من السكر، وكمان هنزل عليهم بباكت الفانيليا. وبعد كده هضرب ال3 مكونات دول في البداية لوحدهم. هضرب كويس جدا لحد لما اتأكد ان السكر داب تماما، يديني كده زي الفوم الابيض، ويبدأ يوصل معايا كده مرحلة ان خلاص كل حاجة دابت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. دلوقتي هنزل بعلبة الزبادي، وكمان هنزل بالحاجات التانية. انا طبعا في البداية ما قلتش هستخدم زيت ولا زبدة ولا سمنة، بس انا استخدمت معلقة من السمنة البلدي. لو مش متاحة عندك استخدمي نص كوباية من الزيت او نص كوباية من الزبدة. نزلت بالدقيق وعليه البيكنج باودر وعليه رشة من الملح، وبعد كده هضرب كل المكونات مع بعض. بس الخطوة المهمة جدا اللي تخلي الكيك لونه فاتح معاكي، رشة من عصير الليمون، يعني نص ليمونة، يا اما معلقة من الخل. كده ضربت كل المكونات، جبت الصينية بتاعتي اللي انا هدخلها الفرن، دهنتها كويس جدا بالزيت، وهبدرها بالدقيق بتاعي. انا عايزة مفيش اي حتة كده تلزق من الكيكة في الصينية بتاعتي. فهنا خلاص حطيت الدقيق والزيت. هنزل بقوام الكيكة. بسم الله ما شاء الله، القوام تحفة. من احلى قوام الكيك اللي هتاخديه هو كيك الزبادي، بيطلع مظبوط بالملي. بس امشي على المقادير اللي انا بقولك عليها، ونفس التركات والطريقة. الفرن مسخناها، هدخل الصينية بتاعتي، هستنى عليها 25 او نص ساعة. بعد كده دلوقتي هضيف الزبادي اللي هي الكوباية او المعلقة. بصوا انا لما ضربت البيض والسكر والفانيليا طلع معايا زي الفوم الابيض. ده اللي انا عاوزاه، لان كده تتأكدي ان السكر داب، مفيش زفارة، البيض خلاص اتضرب كويس، مفيش اي مشاكل في الكيكة بتاعتك لحد الخطوة دي. كوباية الزبادي على معلقة من السمنة البلدي، يا اما نص كوباية من الزيت لو ما عندكيش سمنة او زبدة، وهنضيف كوبايتين الدقيق، رشة ملح، كيس البيكنج باودر، ولو عندك فانيليا زيادة في الخطوة دي ضيفي كمان باكت من الفانيليا، هيعزز الطعم جدا جدا معاكي كده زي ما انتي شايفة. وفي ناس تحطي معلقة من البيكنج باودر او الكيك شيف، لا حطي الكيس كامل عشان تنفش معاكي. انا ما كانش متوفر عندي خل، لو متوفر عندك حطي معلقة من الخل. انا هنا استبدلت الخل بنص ليمونة او نص عصير الليمون. فانتي المتوفر او المتاح اعمليه في الوصفة بتاعتك، سواء متوفر عندك الليمون او الخل، ده او ده انتي استخدميه. خلاص انا ضربت كل حاجة في الخلاط كده بالشكل اللي انتي شايفاه. جهزت القالب بتاعي،
طبعا تتأكدي انه مدهون بالزيت كده بالشكل ده كويس جدا، وتحطي كمان عليه رشة من الدقيق عشان ما يلزقش ولا يمسك معاكي ويطلع ان هو لازق في الصينية. لا، احنا عايزين الكيكة تطلع مظبوطة بالملي، ما يبقاش فيها غلطة. تمام، كل اللي ياكلها ما يصدقش ان دي معمولة في البيت، تبقى كده تركات وحاجات ما تفوتكيش ولا غلطة. انا هنا خلاص حطيت في القالب اللي انا هحط فيه الكيك. هنزل دلوقتي بخليط الكيك بتاعي. بصوا اللهم بارك، الخليط يجنن. نزلت بالخليط بتاعي في الصينيه بعد ما دهنتها كويس بالدقيق، والاول بالزيت وبعد كده حطيت الدقيق عشان يطلع معايا ده الشكل النهائي. بنزل بالخليط بتاعي بتاع الكيك اللي انا ضربته كويس في الخلاط. تتاكدي ان كل الخطوات عاملاها مظبوط. لحد هنا انا خلاص وصلت للمرحله النهائيه. بكون مسخنه الفرن اهو زي ما انتوا شايفين على اعلى درجة، وبعد كده احط الكيكة بتاعتي، وبعد كده اخلي الفرن عالية في البداية مدة 5 دقايق. بعد كده ابدأ اوطيها واسيب